الكرة المغربية منتخب المغرب يصل إلى الربع النهائي، يلتحق كما قلت أيضا بركب المنتخبات الإفريقية التي سبق لها وأن وصلت إلى هذا الدور، أولها الكاميرون سنة 1990، السنغال في 2002، منتخب غانا في 2010، ومنتخب المغرب في 2022. عمار عمور، المنتخب المغربي منذ بداية المباراة جر اللقاء إلى حيث كما نقولوا خذل المنتخب الإسباني إلى ملعبه، جروا إلى غاية أين أراد أن يصل، إلى ركلة الترجيح. عنده حارس ممتاز جدا ياسين بونو، تصدى تصدى ركلتين وركلة في القائم. تأهل مستحق للمنتخب المغربي لما بالعودة إلى المباراة كليا. والله شوف، أنا بالنظرة للمستوى اللي قدمه المنتخب المغربي في 4 مقابلات أظن ماهيش مفاجأة، يعني تقدر تقول ماهيش مفاجأة، يعني وقوفهم من ند لند مع 3 فرق أوروبية من المستوى العالي اللي هي بلجيكا وكرواتيا واليوم إسبانيا، أظن بلي ماهيش مفاجأة. أولا اللاعبين قدموا مباراة في أعلى مستوى، طريقة اللعب اللي ممكن لأول مرة يدافعوا بالطريقة هذيك، لعبوا 4-3-3 يتحولوا في الدفاع إلى 4-1-4-1. نظن هذه الطريقة خلتهم يغلقوا جميع المنافذ، ينحوا واحد الحل بسيط اللي هو الإبداع لدى خماسي هجوم إسبانيا اللي هما لي دو ريليور ولي تروا اتاكون. ما كانش هذاك الإبداع، علاه أن القوة البدنية للاعبين تاع الوسط والمدافعين غلق المنافذ. الان كونتر ان كانوا دائما ينتصروا فيه، الثنائيات ينتصروا فيه. بالنسبه لاسبانيا نظن 4-3-3 تحول الى 4-5-1، ما عطاتش الكثير من الحلول. ونظن بلي بالك شفنا نفس السيناريو مقابله اسبانيا اليابان، لي اسبانيول لا بوزيسيون يروحوا الكوتي دروا ما كانش مغلوقه، يعاودوا يروحوا كوتي غوش، عاود كوتي دروا كوتي غوش. عطينا الاحصائيات حمزه. اولا لانها ما كانش حلول كثيره، الا انهم بهذاك الكوليسمون هذاك يلقاو الحل في وسط في الانترفال. طب لي اليوم المغرب غلقوا لي زانترفال، ما قدروش المنتخب الاسباني يلقى الحلول الكثيره. طب لي ما لقاش حلول كثيره. لو تشوف بالك المقابله ممكن الفرص السانحه للتسجيل للمغرب اكثر ممكن من اسبانيا. نعم، طب لي يستاهلوا كل خير، نباركوا لهم، ولما لا المزيد من التألق في المقابلة الجاية. نعم، شكرا عمار عمور. علي بن شيخ، المنتخب المغربي المنتخب الإسباني في الشوط الأول أمام المغرب ولا تسديدة واحدة فقط طيلة أطوار الشوط الأول، أسوأ حصيلة لإسبانيا في نهاية التسديدات في المونديال منذ سنة 1966. المنتخب المغربي دافع جيدا، كان واقف وحاضر وفاز تقريبا بغالبية الصراعات خاصة الهوائية. تأهلوا لا غبار عليه أمام منتخب إسباني لم يظهر الكثير منذ فوزه ب7-0 أمام منتخب كوستاريكا في افتتاح مبارياته في المجموعة السادسة التي كان فيها في هذا المونديال. والله غير ديجا باش نبداو نباركوا المغاربه، نقولوا لهم مبروك عليهم، ان شاء الله يزيدوا يروحوا اونكور بلو لوان ان شاء الله. شوف اليوم ليكيب ماروكان غلقوا كاع المساحات، ما خلاوش لي زيسبانيول لي زيسباس ولا لي كولوار، ما خلاو لهم، ما كاش مين يجوزوا الا تمشي البالون وتعاود ترجعوا، تمشي البالون وتعاود ترجعوا سيتو. مي ما خلاو لهمش لي زيسباس. مع الاخر شويه بيان سور سي ان بو تكون لا فاتيك اللي داروا كالكو تريك هكذا لي زيسبانيول. Il y avait un peu de danger, mais ce n'était pas aussi grand. Donc, les duels, les Marocains étaient toujours présents, sur 1 sur 1, كانوا présents. في كلش les 3 compartiments, les Marocains étaient toujours présents. créaو des occasions de but, surtout الاخرى هذيك تاع لي برولونغاسيون ولا العالم. كان وحده هذاك لو جوار هذاك وحده مرتين وجه لوجه. الاخرى بقي ورجو جاب لها ربي وخلى اللعب، مي كومام راح وحده ما ماركاهاش. مي لا دوزيام سيتي نات، ويضرب لا بوينت ويعطي لصاحبه اللي كان فارغ، خاطرش غير هو انطما الاخرين طاكله ورماو روحهم، كان ينجم يعطي صاحبه يدخلوا بها كاع.
ابار واش داروا لي زيسبانيول كوم دونجي، هذاك لو سونتر سير الكوتي دروا والاخر ضربها في لابار غير لافان هذيك اخر محاوله في المباراه. هذاك واش كاين، انا هذاك واش الدونجي اللي داروه لي زيسبانيول. لي ماروكان قلت لك لي تروا كومبار غلقوا لهم كاع المساحات، ما كاش لا فولونتي، جوار بار شاك جوار يحكم صاحبه يزيتي بريزون، المعاونه فريمون سي فريمون شابو، يعطيهم الصحه. وفي هذه كانا يفو ما تنساش بلي تدخل لهم في ليستوار، لان اليميناو بلوتو اوكين ديفات، باش ما تنساش اوكين ديفات لي ماروكان امام كرواتيا للتذكير، امام كرواتيا، بلجيكا، اسبانيا. كندا لما نروحوا بالمعايير المنتخبات القويه، فازوا على اسبانيا، فازوا على بلجيكا، وتعادلوا مع كرواتيا. ايه بصح حسب كلش، حسب بالكندا وكلش، دونك يا يو اوكين ديفات او إليميناو كوميم دي زيكيب دي ناسيون صحاح. ولهذا نقول تغيير تاع المدرب غيروه بون مومون، خداو مسؤوليتهم، جابوا مدرب في القمه، انا ليا في القمه، لان يعرف كاش يعاود يريكوبيري لي جوار اللي تنحاو، هو جابهم انتيغرا دوطر جوار في دي جون، انتيغراهم ولعب كل فريق كل ادفيرسير لعب له بخطه. اليوم عارف مع اسبانيا لو كان حل كان يونكيسي، عارف بلي ما لازمش يحل مع لي زوتر ناسيون وين لحب مع الكندا وكذا، فتح يلعب لي كونتر وكذا. اليوم لونترينور نقول له هذا مدرب جابوه، هما عرفوا كاش جابوا مدرب في المستوى، فريمون في المستوى، نقول له شابو يعطيك الصحه ومبروك سيتو. عبد الكريم بيرا من الناحيه التكتيكيه ومن ناحيه الاحصائيات والحسابات ايضا، لو نشاهد حمزه من فضلك مره اخرى احصائيات هذه المواجهه، نقطتين هامتين اود ان اسالك عنهما عبد الكريم بيرا. اولا حجم التمريرات، 1050 تمريره للمنتخب الاسباني، كنت شاهد في نهايه المباراه نسبه النجاح تفوق 92%، يعني فيها تقريبا حوالي قريب 900 تمريره صحيحه. عدد الركنيات 8 لاسبانيا 0 للمغرب. النقطة الثالثة الاستحواذ 63 مقابل 20 و17% من الوقت كان الكرات خرجت توقفات وغيرها. لكن لو نعود معك ايضا عبد الكريم بيرا للجهة العلوية للاحصائيات، التسديدات 3 للمغرب في الاطار، 2 لاسبانيا، رغم 1050 تمريرة، رغم 975 تمريرة ناجحة، نعم، رغم الاستحواذ ورغم التمريرات ورغم الركنيات، لكن في الاخير المغرب كان اكثر خطوره من المنتخب الاسباني. هو شوف قبل كلش نهنيو الاخوان المغربيين خوتنا بالنسبه للتاهل هذا، وتاهل هذا راهو نقول انا تاريخي في واحد